السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا طلبت اوردر زبده من طنطا، قلت اجربه اول مره اجيبها، هي فعلا رخيصه. بس كده كده انا هعمل لها ريفيو وهشوف، هجربها واشوف عامله ايه. بس ما شاء الله والله، يا شكلها حلو وطعمها حلو، زي إيه؟ دي زبده بقري. بس قلت اما اشوفها عامله ايه كده، هجربها الاول وهوريها لكم وهعملها معاكم، هسيحها معاكم. وهستخدم ده، هعمله سمنه وهعمل منها زبده. هحطها على النار وهسيحها. بالشكل ده. حطها كده مجرد بس ما تسيح شويه، وهدي عليها النار، بتبقى على شعر عشان ما تتحرقش من تحت. دي الزبده البقري. والتانية ديتي انا هكورها زبده عشان اطبخ فيها. ممكن اعملها مكعبات، ممكن اعملها كور واحطها في علبه او اي حاجه، على حسب اي حاجه. يعني انا بعملها كده، بتبقى كور صغيره كده وبحطها بطبخ منها. كل ما اجي اطبخ منها ممكن اخد مكعب، ممكن اخد كوره، ممكن اخد اتنين، على حسب ما انا عاوزه. يعني بالشكل ده. قلت اما اجربها واقول لكم رايي فيها. هكورها بالشكل ده واوريها لكم في النهايه ان شاء الله. ساحت اهي، هرجع عليها النار. ما شاء الله السمنه حلوه جدا، وعلى فكره رخيصه مش غاليه. انا جايبه زبده، يعني الكيلو ب125 جنيه. يعني ال125 دي مش فلوس. كنت الاول خايفه منها، بس قلت اجربها، عشان كده انا ما جبتش الا 2 كيلو زبده. عملت كيلو سيحته سمنة، والتاني عملته اللي هو الزبدة اللي انتوا شايفينها ديت. بس بسم الله ما شاء الله، والله طلعت جميلة وتقييمها حلو. وان شاء الله هجيب منها تاني زي ما انتوا شايفينها كده بالمنظر ده. ان شاء الله افرغها في برطمان وهوريها لكم تاني بإذن الله. بس لازم عشان تتفرغ لازم تبرد. ده اللي خلاني ما عرفتش افرغها في البرطمان دلوقتي، لان هي سخنة. وده كان تقييم النهارده للسمنة وللزبدة. يا ريت تدعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تدعموني وتتفاعلوا معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.